السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل مشاهدي الكرام في البث المباشر من الملعب الكبير بطنجة. أرحب بكل مشاهدين داخل وخارج أرض الوطن وعلى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. في البداية رمضان مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. سنتابع بعد قليل مباراة كبيرة، مباراة ودية دولية ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي المصنف أول عالميا منتخب السيليساو، في ضيافة أسود الأطلس المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا كبيرا في مونديال قطر بإنهاء المنافسات رابع العالم. سيكون بعد قليل في ضيافة هذا الجماهير وهذا الحضور الكبير للجمهور المغربي. يمكن نقول بأنه منذ ساعات طويلة، بل هناك عدد من فضل الإفطار هنا بالملعب الكبير بطنجة من أجل متابعة ومن أجل مساندة العناصر الوطنية والمنتخب الوطني المغربي. كما قلت، حضور جماهيري قياسي، حضور سيد فوزي الخجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي تابعناه عبر الصورة. وهذا الحضور الكبير أولا لقيمة الحدث، وثانيا لأنه كما قلت يأتي ظهور الأسود بعد الوجه المشرف بكأس العالم والوصول للدور النصف النهائي، وكان الخروج بصعوبة أمام حامل كأس العالم لمرتين المنتخب الفرنسي. هي مواجهة يمكن نقول بأنه عنوانها إذن الحب والارتياحي، فوز أمام كوريا الجنوبية ب4-0. وفعل عند عز الدين أولاحي يحاول يمرر تحقيق الفوز في هذا اللقاء. تبعد محاولة حكيم زياش، رفع الكرة، فرصة وتدخل الدفاع، إبعاد الكرة. لاحظوا اللي خلات المنتخب الوطني المنتخب البرازيلي من الجهة اليمنى وسط لاعب إيمرسون. حكم كبر خطأ للريان القطري. هناك خطأ بالفعل، هناك خطأ. حكم المساعد رفع الراية، وبالتالي كان خطأ امام اللاعب يطلب الكره، مشات الكره ليوسف النصيري. هناك خطا بالفعل، هناك وحكيم زياش كيرفع الكره، فرصه ظروف. والمغرب بهذه البنيات سفيان بوفال، فرصه تمريره زياش، تسديد الثنائيه مع فينيسيوس، حذري من انطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز وابعاد الكره من طرف العبيد غانم. ترجع كرة بشكل ممتاز، حكيم زياش عند سفيان بوفال محاولة المراوغة. والمغرب كان دائما وسيظل متشبث بحقه في التنظيم في الوقت تبع المحاولة. أشرف رودريغو وفينيسيوس، كرة خطيرة دخول داخل منطقة الجزاء، والتكرار في الجهة اليسرى عند لوكاس تولنتينو، خطيرة، فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي. كرة مشات فوق المرمى، أبرز محاولة لفائدة المنتخب البرازيلي. سنتابع عز الدين أولاحي. هناك خطأ بالفعل، كان تدخل واضح من طرف المدافع روجر إيبانيز إلى جانبه. تمريرة طويلة من اللوبين بين قارات إفريقيا وأوروبا في الوقت تبع هذه المحاولة اللي ممثل وقت كنتابعوا المحاولة اللي كانت من الجهة اليمنى. حكيمي عرفوا الاستجابة الكبير بين لاعبي سفيان بوفال، يمكن يمر عند يوسف النصيري، ولكن ما تمكنش يوسف النصيري من استرجاع الكرة، استرجاع ممتاز. فريق برشلونة في الوقت تبع المحاولة ثلاث المنتخب البرازيلي جانبنا، كرة طويلة كرة خارج الوطني المغربي. يوسف النصيري، فرصة مرات جانبا، فرصة الهدف مرات جانبا بواسطة نصير مزراوي، هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة. تمريرة طويلة أشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الأول لفائدة المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك وضعية تسلل. إذا هناك وضعية تسلل، هناك وضعية خطيرة لابد من إبعاد الكرة. ياسين بونو نتابع التمريرة الخاطئة، كان البحث عن نصير مزراوي لحسن الحظ بأن العودة ديال ياسين بونو امام اللاعب رودريغو. قيمه اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي، حكيم زياش، محاوله المراوغه، كان هناك تدخل بالفعل، هناك خطا لانه التدخل ديال اليكس نيكولاو كان تدخل واضح. فرصه بوفال، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سفيان بوفال، يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذا الفرصة، حكيم زياش خدا الكرة بشكل ممتاز، انطلاقة، كان تمريرة
كان خطا على مستوى التمرير بلا الخنوس ثم استرجاع الكره. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريره ممتازه ثم خطات الكره لسفيان بوفال. ما زاد ما نقص، وضع الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه واللي خلى ما كاين اي رده فعل اليوم. تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفزه. كنعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره من طرف لاعب والمدافع اليكس نيكولاو تيليس اللي خرج. يوسف النصيري تمريره، فرصه حكيم زياش. فرصه الهدف. حكيم زياش كان بامكانه يضع الكره في الشباك، تلعبات بطريقه ممتازه. اخرى فينيسيوس جونيور، فينيسيوس واشرف حكيمي. حكم كاين الخطا واللاعب اليكس. فينيسيوس جونيور كانت خطيره. اداء تسجيل المنتخب الوطني المغربي قائم جوله اولى مثاليه. فرصه اخرى لفائده المنتخب الوطني. كانوا يدخل الفرحه اللي يقولوا بكل المغاربه. لعبت كره خارج ارضيه الملعب، كره خارج ارضيه الملعب ممتازه من عز الدين أوناحي. شو يعمل عز الدين أوناحي؟ تمريره، فرصه. نتابعوا التمريره ديال عز الدين أوناحي لسفيان بوفال. الملعب الكبير بطنجه لمتابعه الشوط الثاني من اللقاء الودي الدولي في هذه الامسيه الرمضانيه اللي كتجمع بين المنتخب الوطني المغربي اسود الاطلس ومنتخب حكيمي حاول يمرر. تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي بعيده شيئا ما. وسط سفيان امرابط. لاحظوا ثلاثه ديال اللاعبين. هناك خطا واضح وكاين كبار، لكن هذا تدخل ممتاز. ياسين بونو ردة فعل ياسر ضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه عز الدين أوناحي، تسديده قويه وتدخل للحارس هو ايفرتون. تدخل الدفاع دائما، فرصه تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره. البرازيليين داخل منطقه الجزاء، لعبت كره راسيه خطيره لابد من ابعاد الكره. ممتاز نايف عقرد، لانه كان هناك تواجد لاعب وسط لاعب فينيسيوس جونيور داخل منطقه الجزاء. محاولة تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعدة المنتخب الوطني المغربي. تمريرة في اتجاه لاعب يوسف النصيري، ولكن رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء. فرصة أخرى خطيرة في المنتخب البرازيلي لحسن الحظ في الوقت اللي استرجع الكرة أمام يوسف النصيري. خطيرة والهدف. هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي. هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره، وفرحه كبيره للاعبي المنتخب البرازيلي. العوده في نتيجه هذه المباراه. سنتابع مره اخرى. كان خطا على مستوى التمرير. استرجاع الكره من طرف لوكاس، تسديده بالاستثمار بسبب العناصر الوطنيه. لعبت كره دائريه، فرصه تدخل تمرير داخل منطقه الجزاء. رفعت كره، فرصه والراس. محاوله اخرى، يحيى عطية رفع كره، فرصه هدف. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقه رابحه. من حقك تفرح، من حقنا جميعا نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال تحضر لمتابعة هذه الملحمة أمام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل إفريقيا والعرب. تابعوا المحاولة ممتازة، تمريرة والعرضية داخل المنطقة.